شلون ممكن تصير حفيد نفسك؟ بصراحة الموضوع سهل كلش. أول شي تتزوج وحدة مطلقة، هاي الوحدة عندها بنت بالغة، وبنفس الوقت أبوك المطلق ينعجب ببنت مرتك فيتزوجها. هسه أبوك صار صهرك، وبنت زوجتك صارت مرت أبوك. لازم تنادي أبوك بابا. وأزيدك من الشعر بيت، أبوك هم لازم يناديك بابا. وبما أنك تزوجت هالمطلقة فبتها لازم تناديك بابا، بس لأن أبوك تزوجها أنت لازم تناديها ماما. يعني زوجتك صارت هم جدتك. ورا فترة من الزمن أبوك وبنت زوجتك يجيبون طفل. هالطفل هو أخوك من الأب، وهو يناديك أخوي، بس بنفس الوقت هو ابن بنتك، يعني هو حفيدك هم. وبعدها أنت وزوجتك تجيبون طفل، هالطفل يناديك بابا، بس هو هم أخو مرت أبوك، فأنت لازم تناديه عمو. بهالحالة عندك أكثر من هوية، أنت زوج زوجتك وبنفس الوقت حفيد زوجتك، وأنت ابن أبوك وأبو أبوك، وأنت أبو بنتك وبنفس الوقت ابن بنتك. بالنهاية أنت جد نفسك وبنفس الوقت حفيد نفسك هم.